الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الحضور، هذه آخر جمعة من شهر شعبان، ويليه ترتيبا شهر رمضان المبارك. هذا الشهر بالضبط، شهر رمضان، خصه الله بخصائص ليست في باقي الشهور. وفي السنة النبي صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام، وفرض علينا في السنة الثانية من الهجرة. النبي في كل موسم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يحفز يرغب الناس في هذا الشهر المبارك، يحفزهم يعني كي يغتنموه، يوظفوه، يستعملون رمضان فيما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة. يعني لا تمضي أيام وأوقات هكذا سدى، وإنما غنيمة في ميزان أعمالك، في صحيفة أعمالك، غنيمة ستجدها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. غنيمة ستجدها في يوم وأنت في أمس الحاجة إلى هذه الغنيمة، بل في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة تنجيك وأنت واقف بين يديك. غنيمة تخلصك يوم القيامة، تنجيك. أعمال رمضان سبب لك في نيلك للجنة ورضوان الله،
ولهذا الله عز وجل هذه الأمة لا تعمر كثيرا مقارنة بالأمم الفائتة. الأمم الفائتة تسمع إنسان عاش 900 سنة، تسمع إنسان عاش 1000 سنة. الأمة هذه من 60 إلى 70، قال من 60 وقليل من يتجاوز ذلك. شوف أعمارنا، انتبه يرحم والديك، دوك تخلص الجمعة أعطينا بالك وقلبك، احنا أعمارنا قليلة، 60 65 70. ربي دارنا واحد المواسم تولي الأعمار نتاعنا في الخير والطاعة تولي أعمار كثيرة. المثال هيا تبع، شوف هذا عاش 65 سنة عاشها، هذا المكتوب، هذا الأجل. التكليف بدأ التكليف مولا 15 سنة، من 15 ل 65. هذه المدة صام فيها رمضان، وكل رمضان فيه ليلة القدر، وليلة القدر 83 سنة و4 شهور. شحال ولا عمره؟ ولا عمره ماشي 65، عمره في الخير اللي يديروا بينه وبين ربي في ليلة القدر برك، وحدة ليلة القدر وحدة. هذه الليلة أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، هو على الآتاب، هو على الأبواب. الله يطول الأعمار في طاعة الله، ونكون ممن شهد هذا الشهر وحظي بالخير والمغفرة والرحمة والقبول. هذه الليلة نعيش هذا رمضان، جات ليلة القدر 83 سنة و4 شهور. وجيب رمضان اللي مضى ورمضان اللي قبله ورمضان. إذا صمت 30 رمضان لله، وفي كل رمضان 83 سنة، انت تشري تذكرة، تدير التأشيرة إلى أرض الحجاز، إلى البقاع المباركة، تؤدي العمرة، يأذن عليك الظهر وانت في حرم الله، صلي الظهر وحدة برك ب100,000 صلاة، وحدة الظهر، الله أكبر، سلمت 100,000 صلاة. فإذا كانوا 5 صلوات، وكي تكمل المرشد تاع الوكالة يقول لكم نتجه إلى المدينة النبوية، تروح للمدينة على سكنها الصلاة والسلام، تصلي في المدينة صلاة واحدة ب1000 صلاة. هي الأعمار تاعنا قليلة، الأمة هذه أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا أعمارنا قليلة، ولكن دارنا ربي مواسم الخير، صيام عرفة، صيام عاشوراء. قال الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. الجمعة اللي فاتت صلينا كيف كنا هنا، وجات هذه الجمعة، الجمعة إلى الجمعة، قال كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال رمضان إلى رمضان، شوف قال الصلوات الخمس، ظهر، من الظهر للعصر، من العصر للمغرب، من المغرب للعشاء، ومن العشاء للصبح، هذه الصلوات الخمس. بعد قال الجمعة إلى الجمعة، قال ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة. العام اللي فات في شعبان درت عمرة وكتب لك ربي السنة عمرة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. شوف هي جاية 30 يوم هذه، وسيعلن في بلادنا بإذن الله تعالى من الجهات الرسمية التي تتولى شؤون هذه الأمة من الناحية الدينية ومن ناحية الأمور، سيعلن في بلادنا عن اليوم الأول من شهر رمضان. الله يدخله بالخير والبركة. إذا ما رأينا الهلال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلم والإسلام. ربي وربك الله هلال رشد وخير، هذه السنة. إذا ما رأيت الهلال اذكر هذا الكلام واذكر هذا الدعاء.
الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن دخلنا مدرسة. المدرسة هذه لو كان جات عام ما شكيتش نقعدوا ثابتين، لو كان جات 5 سنين جماعة تمشي وجماعة تتكركر وجماعة تخلي. كي كانت قليلة الله عز وجل يسر أداء هذا القليل بالأجر الكثير. أياما معدودات. كان أحد الشيوخ وأنا يعني تلميذ عنده الله يرحمه ويسع عليه كان يقول لي يا فلان قال أياما معدودات لأنه لا يعد إلا القليل. حاجة كي تكون قليلة تقدر تحسبها، حاجة قليلة 1 2 3 4 5 6 قليلة بإمكانك أن تعد ذلك. فقال أياما معدودات، هاي انتهى أمرها. سأقرأ عليكم بعض النقاط المهمة حتى لأن الوقت يداهمنا كثيرا. كان النبي أولا يبشر الصحابة بقدوم هذا الشهر، فكان يقول قد جاءكم، أي البشارة، شهر مبارك. والبركة أنت عارف الشهر حصلت بماذا؟ بأن الله أنزل فيه القرآن، والقرآن بركة، وكتب فيه الصيام، والصيام بركة. قد جاءكم شهر مبارك، والذي يقع في هذا الشهر ما تلقاهش في شهر آخر. تصفد الشياطين، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، ومناد يقول اسمع مليح. واش يقول المنادي؟ يا باغي الخير، يا اللي راك معول عليها ومعول عليها على صحيح، يا باغي الخير أقبل. أقول وبالله يستعين، التوبة مشروعة في سائر أيام السنة، وفي رمضان على وجه الخصوص، وقد هيأ الله أسبابها. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. الشياطين صفدت، أبواب الجنة مفتوحة، أبواب النار أغلقت. ماذا تنتظر؟ أن تقبل على الله بتوبة صادقة وبتوبة نصوح. ماذا تنتظر حتى تتخلص من سيئاتك وذنوبك؟ الباب مفتوح، والرب غفور، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لا تتأخر عن الركب، وكن ممن يقبل على الله بكليته في هذا الشهر المبارك. وبالمناسبة أقول لإخواني، هذا شهر العبادة وليس شهر العادة. احنا ماشي كلنا، فينا من ورث رمضان، ورثوا على ناس كانوا قبل منا، ورثوه بعاداته. هناك عادات سيئة لا توافق الشهر بل تتنافى معه. ففي رمضان الناس قاع راقدين ما يخدموش، وتتعطل مصالح الناس. تسوي لنا هذا الملف ورا العيد. عندي هذه الخدمة حبيت ننجزها، كاين الشرب والماء، وانا الشغل تاعي هذا عندي مده من اللي كي نكملوا الصابرين. وعلاش علينا شي بحجة ماذا؟ باللي صايمين ما نديروا والو. ومن عاداته اللي خلات هذه العاده اثرت في صوم الناس وهم في النهار، السهر بالليل. كي يسهر الليل كامل، اذا ما جاء الوقت نتاع العمل ما يقدرش ينوض. فضيعنا انفسنا، راح الظهر وراح العصر، وكاين اللي يزيد يقول في الدار، يقول لهم ما تنوضونيش حتى للاذان. ما ندوش من اذان المغرب. فضاعت الصلوات وحدها، وضاعت مصالح الناس في الادارات، في المؤسسات، في واش كاين؟ صايمين. ما عاده موروثه. هذه واحده.
من العادات السيئة، لأن رمضان عبادة وليس عادة، إهدار الأوقات. الوقت ما يوليش ثمن في رمضان. أرواح نجوزوا الوقت، أرواح نقصروا، أرواح نسهروا. أنا في مقبرة واحد من أهل القبور يحييه ربي نسأله وإحنا في الموسم تاع رمضان، ماذا تريد؟ لا يطلب منك لا مال ولا جاه ولا، أريد أن أصوم معكم يوما واحدا من رمضان. وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد مر بقبر هذا، قال لهم هذا لو أحياه الله لتمنى أن يقوم ويصلي ركعتين لله. وتسبيحة واحدة في رمضان سبحان الله، هذه تسبيحة خير من 70 تسبيحة في غيره. أنت كنت في شعبان، سبحت الله في شعبان، تسبيحة واحدة في رمضان سبحان الله. قاش هذه مدرسة. العقال، الناس الفطانة الأكياس، أعطوا لها قيمتها وعرفوا شانها، والباقي دوك تشوف 30 يوم وتبدأ تشوف بعينك. المشاهد والمعاملات التي تتنافى مع هذا الشهر، ما هو الشهر لإهدار الأوقات وإنما لاغتنام الأوقات. من العادات السيئة يقول له على بالك 20 مليون ما تكفينيش في الشهر هذا. مش رانا مقبلين على ماذا؟ هذا رئيس المصلحة تاع عمال النظافة اللي نقولوا عليهم احنا نقولوا عليهم الزبالين. في الحقيقة هم مش زبالين، هم اللي يرفدوا الزبل نتاعنا. هذوك عمال النظافة واللي ينقيوا البيئة نتاعنا إلى آخره. وتخيل أنت يضربون يوما ولا يضربون يومين ولا 3 أيام، بعدين نروح تشوف الشوارع وتشوف الأحياء. يقول لي اللي نرفدوه في رمضان، هو يقول لي جاني حتى في المكتب، قال لي نرفدوه قمامة، زبل نرفدوه في رمضان ما نرفدوش في غيره. ويقول لي عينا نرفدوا أمور لم تستهلك أصلا، أكياس نتاع الدقيق استعملوها، شراوها ورماوها. أما الخبز هذا حدث ولا حرج، فصار واش دوك ولا شهر الاستهلاك. وهو قال له انت في واد هم في باب الواد. هو قالوا تهذيب النفوس، تربيتها، تزكيتها على الطاعة، هذا هو رمضان. فصار الآن ربي قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا المال في هذا الشهر، كان الزهري يقول رمضان قراءة القرآن وإطعام الطعام. هذاك الزيد اللي راك راح ترميه وأنفقت عليه المال، حطه في جانب تنتفع به. ضعه عند الفقراء، ضعه عند المساكين، ضعه عند الأيتام والمعوزين، ضع ذلك المال يخدمك في آخرتك ويعود عليك بالخير. المجتمع دوكا كيجي رمضان يتهولوا الناس، يتهولوا، بيناتهم الصراعات، بيناتهم الشقاقات، المشاحنة، بيناتهم الضرب، بيناتهم السب، بيناتهم الشتم. ويجي واحد يقول له خليه راه صايم، يمشي تلعب دي حكايتك وروح تروح. هي كيفاش هو صايم؟ الصوم يأمر باش يسب ربي، يسب الذات المقدسة. واللي قال فيهم ظل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو صايم ويسب ربي ويتخيل باللي راه صايم، ويقدر يقول في المغرب لما يرفد حبة التمر ولا الكاس تاع الماء يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. واش من أجر ثبت لك وانت تسب في ربي؟ العصبيات. وعلى أبسط الأمور، احنا سكان هذا الحي مثلا، هنا في الشارع الرئيسي تاعنا الكبير، روح شوف عند المغرب ما كان لا ما يشمل،
يضاربوا يسبوا يتشاتموا ويجبدوا الخناجر لبعضهم، وهذا وعبا باش يديروا الاسماوات سيدي. قال هذا وجاب 5 وهذا وحكم له ب3، وباش يولي زاعم لازم يكون مضروب منا ومضروب منا، وباش يبان السبع في حومته لازم يكون موشم و من امور ما عندها حتى علاقه بالرجوله، لان الراجل راجل وانتهى الكلام. والراجل ما يشترش يكون موشم من ساسو لراسو ويكون مضروب منا ولابس هذيك واسمها نتاع 4 ملايين وزابط، ما راجل وربي يعلم بحاله انه رجل وانتهى الامر. فهذه يتغطى بهذا الغطاء، هذه عادات سيئة ما عندها حتى علاقة بدين ربي، وما عندها حتى علاقة بالعبادة اللي رانا فيها وهي الصيام. ما كاش واش يجمع بيناتهم، ما كاش، موروث ورثناه. قال إمام دعوتنا ورائد نهضتنا الإمام الصالح المصلح عبد الحميد بن ماديس قال: وقد اعتراهم إسلام التقليد، إسلام العادات. هذا هو الناظر، راه يدير وراه يمشي، لكن جوهر الشيء، لب الأمر، سر العبادة قد غفل عنه الكثير من الناس. صام الجسد وما صام القلب ولا السلوكات. الجسد صايم، القلب بعيد عن الله، والسلوكات حدث عنا ولا حرج. جاء في الحديث اسمع هذا الحديث باش نهار الأول تقعد فيه مع ربي حتى 30 يوم. رب الصائم ليس من صومه إلا الجوع والعطش، ما الدوالو. نهار يديو الناس الجائزة ويديو الأجر والثواب، يخرج صفرة اليدين. الناس يهتمون بالشكليات، جاء رمضان تبان واحد الشكليات، لكن ما يقربنا إلى الله نحن في غفلة عنه. ما كاش. بالله عليكم، وهذا الختام تاع الخطبة الأولى، آداب الصيام، أحكام الصيام، رسول الله ورمضان. شوف نغفلوا حتى في المغرب، شت المغرب لما يقول الله نغفل عن رفع اليدين والتوجه إلى الله بالدعاء. أدب. أكلة السحور يقول لك هنيك تاع 12 تاع الليل، ماشي سحور، هذيك ماكلة. لكن تسحروا فإن في السحور بركة. قال يتسحر ويؤخر السحور ولو بجرعة ماء. آداب الصيام. وين هذه آداب الصيام؟ نلقاوها في القهوة. وين نلقاوها آداب الصيام؟ أين نجد آداب الصيام؟ تعلم أحكام الصيام، وين تجد هذا؟ الله المستعان، وهو الهادي إلى سواء السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اسمعوا يرحمكم الله، شهركم هذا المبارك خصه الله بخصائص كثيرة، لا تجد هذه الخصائص إلا في هذا الشهر. سأقرأها سردا. أن الله اصطفاه على باقي الشهور فأنزل فيه القرآن، شهر رمضان. وأن الله كتب علينا فيه الصيام الفريضة، وفيه العشر الأواخر منه، وقد قسم الله بها فقال: والفجر وليال عشر. وفيه ليلة هي أفضل أيام السنة عند الله، ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. في هذا الشهر تضاعف الحسنات وبغير حساب. يقول الله فيه مناد يقول: يا باغي الخير أقبل وهو محمود، ويا باغي الشر أقصر وهو مردود. هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنة، وتصفد فيه الشياطين، وتغلق فيه أبواب النيران.
في شهرنا هذا الصائم له دعوة مستجابة في هذا الشهر، يعني في هذه الليالي المباركة اغتنموها وارفعوا أكف الذراعة لله. اسألوا الله العظيم الكريم من فضله سبحانه. هذا الشهر لله فيه عتقاء من النار في كل ليلة. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات. هذا الشهر اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على الألم. وهو هذا الشهر مدرسة جامعة للعبادة وأنواع البر والعمل الصالح. ففي رمضان الصلوات المفروضة عندها أجر لكن الله يضاعفها: صلاة الجمعة، صلاة التراويح، الآذان، الإقامة، تلاوة القرآن، كل هذا في هذا الشهر، زائد الصيام الذي فرضه الله علينا سبحانه. في هذا الشهر فيه إطعام الطعام على وجه الخصوص. أيام السنة راك تصدق، لكن على وجه الخصوص إطعام الطعام. من فطر صائما، اللي يفطر واحد صائم يقول له كل، كان له أجره، يعني اديت أجر ذلك الصائم دون أن ينقص من أجره شيئا. هذا الصوم على وجه الخصوص قال الله فيه: الصوم لي، الصوم لي يعني لله، وأنا أجزي به. وللصائم فيه فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والرائحة التي تخرج من فمك لخلو المعدة، هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. في رمضان مجالس الخير كثيرة فكن فيها من الحاضرين. من هذه المجالس المباركة أوقات السحر، في وقت السحور كن حاضر. والعبادة فيه يستغفرون ربهم بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. كي تنوض تتسحر، هاك تسحر قول: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وبالأسحار هم يستغفرون. من المجالس رياض الجنة. أكماشي ولقيت تقول رياض الجنة، الجنة راهي عند ربي، كيفاش هنايا؟ رياض الجنة إذا مررت بالحلقة بالدرس: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، فاجلس. مجالس العلماء فهم ورثة الأنبياء وهم أدلة الخلق إلى الحق سبحانه. الجلوس مع الوالدين الكريمين. جاء واحد الحسن البصري قال له: ما حطت العشاء، نجيبها لك بالدارجة، يما وجدت العشاء وانا نقرا القرآن، واش رايك؟ يما احضرت لي العشاء وانا احفظ واتعلم القرآن. قال له: لئن تتعشى مع امك تقر بها عينيها، انت قاعد معها تتعشى معها، تقر بها عينيها، تفرح بيك، تؤانسها، خير لك أو أحب إليك من حجة تطوع. خير من اللي تروح تحج الحجة الزوجة ولا الحجة الثالثة. وقتاش تقابل يماك والمائدة تتعشى معها. هذه جلسة غير ما تفرج فيها. دوك قال الواحد نقول له لازم ترضي ربي، يقول لي: باش ترضي ربي صعيبة. والله ما صعيبة. شفت الطرف تاع الخبز شوية جواز، كي تاكلوا تسمي الله، تاكل تقول الحمد لله. قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها. تاكل تقول الحمد لله ربي يرضى عليك. رضا الله في رضا الوالدين، سخط الله في سخط الوالدين. ما باش يرضى عليك ربي سهل. روح لوالديك اقعد معاهم، اجلس معاهم، تونس بيهم، حدثهم، احسن اليهم. رضا الله
في رضا الوالدين. دبر الصلوات المكتوبة أجلسوا، لا تسرعوا بالخروج. جلسة ثمينة مباركة، جلسة في صلة الأرحام، جلسة في عيادة المريض، جلسة في إطعام المساكين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا ربنا ممن قامه أو يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا، واكتب لنا فيه الأجر والثواب، واهدنا واهد بنا ويسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.